طبعا انت ممكن تروح تشتري ساندوتش لو انت عرفت ان هو 75% فات فري او 75% خالي من الدهون، بس لو لقيت انه مكتوب عليه 25% دهون بس، ساعتها الدايت ينقح عليك وتقول لا يا عم ده ربع كميه دهون، ده كده الدايت بتاعي هيروح في داهيه. تروح تشتري معجون سنان في الاعلان بتاعه مكتوب ان هو بينصح بيه 4 اطباء من اصل 5، لكن ما تروحش تشتري نفس المعجون لو الاعلان بتاعه بيقول لك انه لا ينصح بيه طبيب واحد من اصل 5 اطباء، برغم انه في المرتين النتيجه واحده والمنتج هو واحد ما اتغيرش، ولكن قراراتنا وعواطفنا تجاه الحاجه المعروضه قدامنا بتتاثر بشكل كبير بالطريقه اللي بتتعرض بيها، وده اللي اسمه ذا فريمنج افكت او الفريم اللي احنا بنحط فيه الحاجه. في 1981 جه 2 سوشيال سايكولوجيست اسمهم فورسكي وكانيمان طلعوا مصطلح الفريمنج افكت ده، وقالوا ان هو ده التأثير اللي بيخلي الانسان يختار على اساسه المعلومه اللي قدامه اذا كانت متقدمه له از لوس او ان هي خساره او از جين، يعني متقدمه له كمكسب. وبعد كده في 2006 في مجموعه من الدراسات اتعملت باستفاضه اكتر بقى في الموضوع ده بل كمان اتعملت باشعه على الدماغ اللي هي الام ار اي او اشعه الرنين المغناطيسي عشان يشوفوا فعلا هل المخ بيستقبل المعلومه بطرق مختلفه ولا لا. والتجربه كانت بسيطه، جابوا الناس وسالوهم انت دلوقتي كسبت 50 جنيه وقدامك اختيارين، يا اما تحتفظ ب 20 جنيه وتبقى كسبتها رسمي ومش هناخدها منك، او تراهن على ال 50 جنيه كلها، يا اما تكسبها يا اما تخسرها. وعملوا نفس التجربه بسيناريو تاني، جابوا ناس تانيه وقالوا لهم مبروك عليكم كسبتوا 50 جنيه وقدامكم اختيارين، يا اما تخسر 30 جنيه او تراهن على ال 50 جنيه كلها وهي تكسبها يا تخسرها. طبعا مش محتاج اقول لك ان النتيجه هنا كانت مختلفه، برغم انه في السيناريوهين الاختيار الاول نتيجته ان كل واحد هياخد 20 جنيه، لقوا ان الناس كانت رايحه اكتر للاختيار الاولاني ان هم يكسبوا 20 جنيه في السيناريو الاولاني لما قالوا لهم هتكسب 20 جنيه ولا هتراهن على 50. بس لما جم عرضوا عليهم السيناريو الثاني اللي قالوا لهم هتخسر 30 جنيه او تراهن على 50 جنيه، لقوا ان هم بيرجحوا اكتر او رايحين اكتر ان هم يراهنوا على 50 جنيه، لدرجه ان هم راهنوا ب 19 مره اكتر في السيناريو الثاني اللي كان بيقدم المعلومه على صوره ان هم هيخسروا 30 جنيه، اللي هو عملا بمبدا خربانه انا كده خسران، طب ما اخسر 50 مش فارقه 50 من 30. ومن هنا نقدر نستنتج استنتاج خطير، وهو ان تاثير الخساره تاثيره اكبر واقوى من شعور المكسب. يعني الانسان اللي خسر 30 جنيه من اصل 50 جنيه هتلاقيه زعلان ومتقدر اكتر من لو كسب 20 جنيه، برغم ان النتيجه واحده، هو معاه 20 جنيه في الاخر. ومن هنا بقى لو انت مركز معايا هتقدر تستنتج انك تقدر تطبق الفريمنج افكت في كل تعامل من تعاملات حياتك. وفي كذا نوع من الفريمنج افكت او الفريمز اللي احنا بنحط فيها كلامنا او افعالنا. اول حاجه اسمها اسوسيشن فريمنج او الفريمنج بتاع الربط. انا بربط الحاجه بتاعتي او الحاجه اللي انا بعرضها بايه؟ حاجه زي الصوره دي، اول صوره دي لو جات لي وانا في الشغل مش هروح، ده كده في سيريال كيلر مستنيني عشان يشقني نصين اول ما ادخل الشقه. لكن الصوره دي لو جات لي فدي معناها ان مراتي حبيبتي مستنياني بكل الحب، هبقى عايز اخلص كل اللي في ايدي عشان ارجع البيت بسرعه. الجمله واحده بس الطريقه اللي اتقدمت لك بيها تقدر تربطها بكذا حاجه تانية او بكذا نتيجه تانية من الخط بس اللي جات لك بيه. تاني نوع وهو الكومباريتيف فريم او فريم المقارنه، زي الصوره دي كده، لو ركزت هتلاقي ان الدايره في الصورتين نفس الحجم، ولكن السياق اللي محطوطه فيه او المعلومات اللي حواليها اديت لك انطباع مختلف عنها في الصورتين، اما ان هي اكبر او اصغر. ثالث نوع وهو الفريم انفيرجن او الاطار المنعكس، وده زي سندوتش البرجر اللي ابتديت لك بيه بكلام من شويه، واحد 75% فات فري وواحد 25% دهون بس، الاتنين واحد، بس هنا المعلومه اتقدمت لك بالعكس، ملفوفه ثعبانيه كده زي ما احمد السقا قال للمذيع. انت في المره بتاعت ال 75% فات فري او خالي من الدهون، انت تفكيرك كله راح ان السندوتش ده ما فيهوش دهون كتير وبالتالي مش هيأثر الدايت بتاعك، مش هيبوظه يعني. لكن لما تشوف ان في 25% دهون، يعني ربع السندوتش دهون، فلا، لحد هنا وستوب، ده ربع دهون يا عم، حرام عليك، انت عايز تخني. رابع حاجه وهو ريفريمنج فريم، يعني اعاده صياغه الفريم ده، وده اللي الماركترز بيسموه ريبوزيشننج. وعشان تفهم اكتر الموضوع ده تعال احكي لك قصه ريد بول وكوكاكولا. طبعا كلنا عارفين ان شركه كوكاكولا من اكبر الشركات المياه الغازيه في العالم. لما ريد بول نزلت السوق وبدات الدول تستورد ريد بول، عملوا حركه ذكيه، عينوا في الاول وكانت ابحاث في كل دوله عشان تعرف راي الناس في طعم وجوده المشروب الجديد اللي هو ريد بول. طبعا كانت المفاجاه لا على البال ولا على الخاطر لما لقوا ان شركات الابحاث دي وصلت لهم فيدباك ان الناس قالت ان ده اسوأ مشروب شربوه في حياتهم، سواء طعما او تاثيرا، لان اللي كان بيشربه كان بيحس بقلق وهيبره مش طبيعيه. فطبيعي لو
انا قدامي مشروب زي ريد بل طعمه مش حلو وبيسبب لي قلق وتوتر وهيبره انا مش فاهمها، ومشروب زي كوكاكولا القديم اللي انا بحبه، اكيد هجيب كوكاكولا. ولكن ريد بل هنا كانت اذكى مما تتخيل. لما جالها اراء الناس دي عملت ريفريمنج للبرودكت نفسه، يعني عملت له اعاده صياغه من انه هو سوفت درينك زي كوكاكولا وباقي المشروبات الغازيه العاديه الى انه فانكشنال درينك او مشروب وظيفي، ليه وظيفه وهو انه ينشطك ويصحصحك. ريد بل ده مشروب فيه كافيين كتير، وده تشربه لما تبقى عايز تحس بطاقه او تفوق وتبقى مسهل. ومن هنا ريد بل ابتدى يرتبط بالرياضه وبالجيم وبالمذاكره وبأي وظيفة أو بأي حاجة أنت محتاج تبقى نشيط ومصحصح فيها. وبعد ما كان منتج هيفشل خلاص والدول هتبطل تستورده، بقى من المنتجات الأكثر مبيعا لما عملوا سويتش للفريم، لما بدلوا الفريم بتاعه من ان هو سوفت درينك لان هو فانكشنال درينك. فبعد كده وانت بتشتري ريد بل او انت بتشتري ساندوتش برجر مكتوب عليه ان دهونه قليله، افتكر ان ده فريمنج افكت، ده طريقه متقدمه لك بيها المعلومه بشكل مدروس جدا عشان تشتريها. وافتكر كمان اذا كنت عملت لايك وشير للفيديو وسبسكرايب للشانل عشان تشوف كل الفيديوز الجايه.